سلعة المروك. حكي لي عليك المروكي. ما نخدمش سلعة الراكا، يعني نخدم سلعة المليحة. حاجة زينة وتولي بري مليح ثاني، هذاك هو الصح. ونعطيك حبيت تجي نجيب لك من الديبو نجيب لك تشوف. شوف لي سلعة هذه ندير كاش حبة والله. درك نروح نجيب لك ونجي. هي صح. ايش معاه؟ كيف الحال؟ كيف جيت؟ سلعة جديدة كي جات؟ هذه طالعة بوسر تاعها 250 هذه. البلوسر تاعها مليح. هذه 500. متحيرش كاين اللي يوصلها كاين اللي يجيبها لك. سلعة قتالة، وهذه مام بوسرها طالع، هذه مام هذه. السلعة هذه قتالة صاحبي. هذه سلعة شابة للساعة. وهذه قلت لي هذه ثاني كيما هما. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج تحري الجريمة، يأتيكم من ولاية الأغواط. في هذه القضية لم يكن الخطر ظاهرا، ولم تكن الشاحنة تثير الشبهة، لكن الطريق كان مراقبا، والمعلومة كانت حاضرة. أكد لي السلعة، أنا السلعة هي الأولى، كون ما تولي السلعة الأخرى أنا ماك تعرف، راني مالف نخدم معاك وعارفك السلعة زينة. باش الأخبار؟ لاباس الحمد لله. أنا ما خلاص هاو الكابيو هنا نصفى ونجي. بريك لا. هيا الله يعاون. سلعة جديدة كي جات؟ هذه طالعة بوسر تاعها 250 هذه. البلوسر تاعها مليح. هذه 500. يا جماعة نديروا براج. جاي عملية تهريب للكيف المعالج خطط لها في الخفاء، ومسار اعتقد أنه آمن، غير أن ما لم يكن في حسبان المهربين أن كل حركة كانت تحت مراقبة رجال الجمارك. فماذا حدث بالضبط؟ وهل تم توقيف المهربين وحجز البضاعة الممنوعة؟ تابعوا معنا. واش خريطة؟ واش تيريقو؟ واش الحالة خريطة؟ لاباس. واش الأخبار؟ والله الحمد لله. لاباس. واش أخبارك؟ والله الحمد لله خريطة. لاباس. والله الحمد لله. رانا واش الأخبار؟ واش راني لقيت لك على صالحة واش درتنا فيها؟ شحال يخصك؟ أنا يخصوني 5 قناطر الحاج، نقول لك من تالي 5. والسلعة أكد لي السلعة، أنا السلعة هي الأولى، كون ما تولي السلعة الأخرى أنا ماك تعرف، راني مالف نخدم معاك وعارفك السلعة زينة، بصح اللي قلت لي هذه السلعة اللي دخلت ما عاود ديري سلعة. صح. والله السلعة هايلة. هاي خلاص دوك نشوف. صح 5 قناطر ما عنديش 5، عندي 4. ليش؟ قاش كيفاش دير لي شحال عندك قلت لي؟ عندي 4 و800، عندي 4 قناطر و800. 100 كيلو. هذه معليش تولي سلعة شابة أنا ما يهمنيش. معليش ليسونسيال، درك نروح نوريها لك وشوف. سلعة واحدة ولا شحال؟ سلعة واحدة والو، سلعة واحدة، سلعة هايلة. ياك. هي جاية جاية مالها. البامبو تاعها وشنو؟ جاية من المروك، سلعة مليحة. نخدم حبيت نعطيك تخدم معايا. ما ناري قال لي ثاني طومبو تزان وساعة بينات. يا خويا مريقل. يلا نروحو نشوفوه معليش. هيا مريقل. كروسة خلوه هنا ولا نروح؟ يلا بكروستك. هيا ولا والو. روح بكروستك. روح بكروستك. نروح سوق بيك أنا ولا كيفاه؟ يلا أروح. راك. مش مالف تخدم كيما هذا كروستك.
أنا كل مرة نبدلو. قول والله. وش؟ خدمة هذه وقيلة يليق لها هذا. باش لينا. يا وير؟ لا بالي عارف أنا راه دولة السودان قاشيز. سيزو وين صح. يقول على لا بالهم بيا وانا راني خاصك تبارك يعني. ونروحوا نروحوا للديب ساعك أنا قاعد. وش السلعة؟ السلعة مليحة عندي. ايه خصني واحد الخمس قناطر صاحبي. 5 عندي 4 و800. 4,800. اي ياسر 4,800. هذه اللي راه واجده دروك. السلعة بصح وكيفاه دايرة يا صاحبي نحوس على حاجة بريمير شو صاحبي. لو عندي سلعة هايلة شابة كاع. جابة ماشي سلعة المروك. حكي لي عليك المروكي. ما نخدمش سلعة الراكاية، ما نخدم سلعة المليحة. حاجة زينة وتولي بري مليح ثاني هذاك هو الصح. ونعطيك لو حبيت تجي نجيب لك من الديبو نجيب لك تشم. شوف لي جيب السلعة هذه ندير كاش حبة والله. درك نروح نجيب لك ونجي. هي صح. ليش ما في الحال شو جبتها؟ سلعة جديدة كي جات؟ هذه طالعة بوسير تاعها. مش 250 هذه. البوسير تاعها مليح. هذه 500. متحيرش كاين اللي يوصلها كاين اللي يجيبها لك. سلعة قتالة وهذه مام بوسيرها طالع هذه مام هذه. السلعة هذه قتالة صاحبي. سلعة شابة الساعة. وهذه قلت لي هذه ثاني كما هما. تخدم قال حي وش صاحبي. السلعة مليحة هذه صاحبي تكتب. زيري قلت لك انا عندي من كاع عندك مخلط 4 قناطر ونص مخلطة كيما كاع لاباس بهم كاع مليح. تحب تديها كاين اللي يوصلها لك كالعادة. كيما موال الشوفير اللي ما بيخدم معايا. بصح انا نبعث لك واحد بصح الكاشيطة تستخدم اللي بيه. الخطات كلش عليا. الكاشيطة تاع الكاميو خاطر راه طريق وراه مزيرة هذه هي. ما تحيرش كلش عليا كاع. كالعادة. والو كيما موال كاع كلش ريقل. ريقل راني نبعثه لك ومن بعد دوك نعيط له الشوفير يا داكور نشوفو ما كاش مشكل يا شارجي لي السلعة ودراهمك اطابل صاحبي ما دراهمك باينة. دراهمك حتى الدور تاعي ما تخدم ما والو عادي ما كاش مشكل. تعرف ما تخدم معايا وتعرف ما جانا ياكلوك في دراهمك والله. واش عجبتك؟ هذه سلعة شابة صاحبي. يا ريت صح. هاك صاحبي دوك نبعثو لك ياك. يقول لي السلعة كاشيطي عليه مليح كي شغل سلعتك رايح. خلاص ابعثوا لي نجيبوا الديبو ونريقل انا وياك. نجيبوا الديبو نبعثوا لك الديبو. خلاص دوك نعيط له ريقل والله صح. الو واش الحاج؟ سلام مرحبا. واش الحال؟ لاباس؟ لاباس. وين راك؟ فوالا هز الكاميو ياك هز الكاميو نبعث لك اللوكاليزاسيون تاع الديبو باه تروح لي تهز لي السلعه من عند واحد. ما كاش مشكل. والو خاطيك ترى كاين خدامه فما هما يشارجوها هما يكاشيطوها السلعه فهمت. كاشيطه هما يخدموها وقاعد تكمل قلع راهو نبعث لك ثاني واحد يجيب قدامك في الطريق كالعاده الحاج كالعاده. والدراهم كيفاه الدراهم؟ نلحق نخلص يا اخي. كالعاده ودراهمك راك تعرف كذا نلحق نعطيها لك. رجله متهني. اوكي.
مراقله الحاجه بيناتنا تليفون هكاش حاجه عيط لك. صح. واش موح نروحوا؟ روحوا وين الحال؟ كمل سوق انا راك سوق أنا؟ ايه هيك راح يضل. بدأت القضية بمعلومة واحدة لكنها كانت كافية لرفع درجة التأهب. تفضل. كرمتنا حضرتك. بك باحترام تفضل. صباح الخير حضرتك. تفضل. حضرات عندنا معلومات كاينه بضاعة محظورات حظر مطلق راها جاية من الاتجاه الغربي لاختصاص المديرية الإقليمية للأغواط. وش النوع تاع البضاعه؟ هو معمول كيف معالج. كيف معك؟ المكان ما عندكمش؟ ما عندناش وين المهم الجهة الغربية داخل عليها حضرات. التوقيت الزمني نورمالمون اليوم العشية على حسب المعلومة. معليش على هذا الاساس. معلومة واردة إلى مصالح الجمارك تؤكد وجود عملية تهريب للكيف المعالج مخطط لها بعناية وشحنتها في طريقها نحو ولاية الأغواط على متن شاحنة. وردت إلى مصالحي معلومة من طرف المصالح الأمنية المختصة مفادها وجود عملية تهريب على متن شاحنة محملة بكمية من المخدرات. على إثرها تم استدعاء رئيس الفرقة مباشرة من أجل تسطير خطة عمل في هذا الشأن. سيدي الو وين خريطة؟ الو واش الحالة؟ لاباس صافا مبني الحمد لله تربي كاع. وين راك؟ هاني قريب راني في البارك. راك قريب توصل. هي مراقلة مالها صح. روح للديبو راك روح وجد السلعة ياك راه جاي واحد الكاميون سارجيها فيه وما تحبش تفهم. سيبو ما نخليش الشوف. مراقلة هي صح خريطة صح. بس اليوم راه كاين موفمون. ايه كاين حركة متحركة بطريق. هذا الكاميون لا مش هو. بلي نبدلو بلاصة. ايه نظن نبدلو البلاصة. بدل يبدل بلاصة بدلها.
السلام عليكم. السلام عليكم. حالك؟ لاباس شو اخبارك؟ لاباس الحمد لله. انا امان. خلاص هاو الكابيو هنا نصفى ونجي. بريك لا. حلي برك. هيا الله يعاون. مباشرة تم تجميع الأفراد من أجل إصداء التعليمات اللازمة في هذا الشأن، ألا وهي الجاهزية والفطنة واليقظة أثناء مجريات هذه العملية. لم يكن التحرك عشوائيا. فور التأكد من مصداقية المعلومة تم عقد اجتماع تنسيقي خصص لوضع خطة محكمة تراعي حساسية المسار وتعدد الطرق المحتملة. جميع ساعد. تعاون فرقة تحت التصرف. انتبه الجميع. ريح. عندنا خرجة ميدانية اليوم في إطار مكافحة الجريمة والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أطلب من الجميع الالتزام بالجاهزية التامة مع اليقظة والتحلي بروح المسؤولية. ورايح نقسم الفوجين إلى زمرتين، نقطة ألف والنقطة باء. كما أطلب من السيد رئيس فرقة إعلامي خطوة بخطوة عن مراحل العملية، وعليكم الالتزام بتعليمات القادة تاعكم، اليقظة أثناء تأدية المهام، الحرص ثم الحرص. مفهوم؟ انتبه الجميع. ساعد. حول إلى المركبات سريعا. انطلقت الفرقة الميدانية أين تم توزيع العناصر على النقاط الحساسة التي من المحتمل أن يسلكها المهربون.
مع نصب كمائن على الطرق الثانوية والمسالك المعروفة بنشاط التهريب. حيث خلال مجريات العملية وخروج عناصر الفرقة في الميدان تم تقسيم الفرقة إلى فوجين. الفوج الأول يقوم بنصب كمين على الطريق الوطني رقم أ، والفوج الثاني يقوم بوضع حاجز نظامي على مستوى الطريق ب. في المقابل وضع حاجز جمركي ثابت على محور آخر وعد ليبدو روتينيا دون إثارة أي شك. حميد واحد حميد اثنين حول. حميد اثنين بالاستماع ارسل. اعطينا الوضعية تاعك على مستوى الحجز. علم واصل. اي جديد تواصل معنا على مستوى النقطة علم. بالتوازي مع ذلك باشرت زمرة التحري التابعة للجمارك عملها في صمت. الطريق مليحة. رصد تحركات الشاحنات، تتبع المسار المحتمل، ومراقبة أي تغيير مفاجئ في الاتجاه أو التوقيت. كل تفصيل كان يسجل وكل حركة كانت تقارن بالمعلومة الأصلية. من حميد 3 إلى حميد 1 الآن أنت في الاستماع. حميد واحد ارسل. راها فات علينا شاحنة نظن مشبوهة. ابقى تحت المراقبة. واصل. مفهوم. واصل المراقبة. كذا في ديماري ولا رامداري. التحركات بدت محسوبة لكنها لم تكن طبيعية. واش دعوة هانية؟ كان والو. لا بأس هاي نتمشى مليح. هاي جاي صح. الله ديماري. استمرت المراقبة عن بعد وكل حركة كانت تسجل بدقة في انتظار اللحظة المناسبة للتدخل. الحميد 3 الحميد 1 حول. حميد واحد في الاستماع ارسل. الشاحنة توقف نظن كان يهضر في التليفون وراه قلاب. لم يستغرق الأمر سوى ثوان حتى وصلت التفاصيل إلى قائد الفرقة
الذي أعطى تعليماته بمواصلة الرصد دون التدخل المباشر تفاديا لتنبيه السائق أو دفعه إلى تغيير المسار. تم تفعيل عنصر الاستعلام، وهذا من أجل الترصد ومتابعة واستغلال المعلومة الواردة إلى مصالحنا، حيث أثناء مجريات هذه العملية تم رصد الشاحنة المشتبه فيها وتتبعها من أجل توقيفها. كانت الخطة تبدو محكمة، كل التفاصيل محسوبة وكل الاحتمالات واردة، لكن ما لم يكن في الحسبان أن الطريق لم يكن خاليا، بل كان مراقبا خطوة بخطوة. والله لاباس يعني تمشى الطريق. دعوة هانية. على إثرها قام مباشرة عنصر الاستعلام بالاتصال برئيس الفرقة وإعلامه بمجريات العملية. حمي 3 إلى حمي 1. حميد 1 في الاستماع ارسل. الكاميرا اللي رانا نتبعوا فيه راه ديبية، راه جاي من جهتك، حول. ابقى تتبع فيها ابقى. علم. يا جماعة يا جماعة يا جماعة نديروا براج. يي يا الديوان خرجوا لنا الله. في اللحظة التي ظن فيها المهرب أنه تجاوز نقاط الخطر وأعاد ضبط سرعته بثقة، ظهر أمامه فجأة حاجز جمركي. السلام عليكم. سلام شوف. كيف راكم لاباس؟ خير. شو اخبارك؟ لاباس. اعطيني وداق شاحنة من فضلك. شوف. منين راك جاي ان شاء الله؟ من تجرونة. تجرونة الله يبارك، وين تجي معك ان شاء الله؟ بارك فيك. تفضل معنا التحليل. شوف افتح لنا الصندوق من فضلك. الله يلف دول. طالع شوف كاين داخل. فرق الشوف ما يلف دول. لا عليك انا في الكول فرق. روتيني هاي. فرق ما يلف دول.
بدت الشاحنة شبه فارغة وأرضيتها نظيفة كما لو أنها لم تستعمل من قبل، غير أن الخبرة الميدانية لأعوان الجمارك لا تتوقف عند هذه المظاهر. كان والو شافه شوف لي طاولة دوبلي والله. ماله ايه دوك صلحوك اش بيكم مقلق. مقلقوا ولا شاف ولا شاف. عايشوا فيكم الشاف كفو. تفاصيل صغيرة كانت كافية لرفع شك. اختلاف على مستوى مساحة الحاوية من الداخل والخارج لا تتماشى مع هيكل الشاحنة. هنا تحول التفتيش الروتيني إلى تفتيش دقيق. كاين لاستيك جديد هنا الشباب. وبعد تفكيك جزء من الصندوق الخلفي انكشف المخبأ السري. بوزيتيف يا شباب بوزيتيف. وقفوا والله ما تعيط شاف والله خاطيني شاف خاطيني والله ما تاعي شاف. على الفور تم توقيف سائق الشاحنة وتم اقتياده إلى مقر الفرقة الجمركية لاستكمال الإجراءات المعمول بها. اروح شاف سوق كامل اروح. حيث أن فطنة ويقظة الأعوان
مكنت من اكتشاف مخبأ سري. هذا المخبأ كان مهيئا خصيصا للتهريب، وتم العثور على شحنة متمثلة في كمية من المخدرات نوع كيف معالج. بداخل المقر تم إخضاع الشاحنة للتفتيش الدقيق. هناك تم العثور على كميات معتبرة من الكيف المعالج. أسفرت العملية عن إحباط محاولة تهريب كمية معتبرة من الكيف المعالج وتوقيف السائق مع حجز الشاحنة. بعد التفتيش الدقيق تم العثور على كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب4 قنطار ونصف من الكيف المعالج. وين راك جاي؟ جاي من بشار. وراك رايح؟ رايح الجزائر. الشاحنة دي تاعك؟ تاعي. أنا تلقينا فيها 4 قناطر ونص من الكيف معالج. ما على باليش بلي فيها كيف معالج الشاف. بصح كنت حاضر معنا كيف فتشناها. ايه كنت حاضر ملي فتشتوها في الكاميون، شي سبتوا فيها الكيف المعالج، بصح في الكاميون ما على باليش بلي فيه الكيف المعالج. كيف حتى تشارجت هذه الشحنة في الكاميون تاعك؟ ما على باليش، الكاميون كان عند مولاه في بشار. شكون مولاه؟ مولاه يقول له الحاج. عيط لي واحد في التليفون قال لي روح لبشار للحاج. اي رحنا للحاج هذا البشار، قال لي اصبر واحد اليومين نعطيك الكاميون ديالك. شكون هذا الواحد اللي عيط لك؟ ما نعرفوش، انا عيطوا لي في التليفون وصايح. كيف ما نعرفوش؟ كيف حتى عيط لك في التليفون؟ كيف الرقم تاعك وصل عند هذا السيد؟ ما نعرفوش يا شاف، والله ما نعرف. الأخرى ما يفيدكش يا شاف، انا والله ما نعرف، وكون كاينه حاجه نقولها. عاوننا نعاونك، الأخرى ما راش يفيدك. ما نعرفوش. هذا اللي عيط لك وقال لك ادي شاحنة للحاج شكون؟ ما نعرفوش، عيط لي في التليفون. الرقم تاعك كيف حتى وصل لهذا السيد؟ ما على باليش، انا جاتني لابيل وطايح. على إثرها تم إعلان السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، والذي بدوره أمر باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. قضية تؤكد مرة أخرى أن أساليب التهريب مهما تغيرت تبقى مصالح الجمارك جاهزة للتصدي لكل ما يهدد أمن الوطن وسلامة المجتمع. إلى هنا نصل بكم إلى ختام عدد اليوم من برنامج تحري الجريمة. نلقاكم في قضية جديدة. إلى اللقاء.